أشرف، معاك إيه النهاردة؟ معايا غرفة فندقية 82 متر هتدخلك في السنة 2 مليون و800 ألف، وده تقريبا حوالي 22% من سعرها. الغرفة دي بتطل إطلالة مباشرة على النيل والأهرامات في مشروع فندقي في المعادي. الحلو في المشروع ده إنه مبني، يعني هتنزل تشوفه بنفسك. كمان الشركة هتتولى التأجير والإدارة بالكامل، أنت مش هتشغل بالك بأي حاجة خالص. الإيجار اللي هو 2 مليون و800 ألف اللي قلت لك عليهم في الأول هم هيجولك بالمصري، بس لازم تعرف إن هم بيتقيموا بالدولار حسب المنافسين الموجودين في السوق حواليه. ومش بس كده، الشركة بتوعدك وده مكتوب في العقد انها لو ما اجرتلكش هتدفع لك غرامة سنوية قدرها 10% من قيمة الوحدة اللي انت هتاخدها. الحاجة التحفة في المشروع ده انك هتدفع 25% مقدم والباقي قسط على 6 سنين، يعني مش هتدفع قيمة اليونت كاملة كلها مرة واحدة. خد بالك ان دي مش مجرد شقة او مجرد غرفة عادية، دي غرفة فندقية، يعني تقدر تعتبرها مكنة فلوس ما بتوقفش. اللي قلته لك في الفيديو ده كانت واحدة من خطط الدفع وخطط القسط الموجودة عند الشركة، لكن في خطط دفع وقسط تانية كتير. لو حابب تعرفها سيب لي كومنت.